ويجي يقول لك ما بغيرش زيت في تيست. طب ازاي؟ فرق واضح قوي يعني. الاعتذار واجب بعد ما قلت ان نيسان ما بتغيرش زيت في تيست مع انه لازم يتغير. نيسان اكسبريس كتبت لي كومنت وقالت لي ان هم بيغيروا حتى لو كان سي في تي. بعتوا لي دعوه عشان اجي اشوف البروسيس بالظبط بتاع تغيير زيت الفتيس ومدى مصداقيه كلامهم. وبعد ما جيت اكتشفت ان بقالهم اكتر من 10 سنين بيغيروا زيت فتيس للسي في تي، غيروا فيهم لاكتر من 5500 عربيه، ولحد دلوقتي ما جاش ولا شكوى لعميل واحد، لانهم بيكشفوا على زيت الفتيس طبقا لجدول الصيانه وما بيغيروهوش الا لو محتاج تغيير فعلا ومفيش خطوره عليه. طبقا لتعليمات نيسان بنبص على الزيت بتاع الفتيس بدايه من صيانه ال 40 تلقائيا كل 10000 كيلو، نحط العربيه على الجهاز بتاع الاعطال بنكشف على حاجه اسمها معدل اهلاك زيت الفتيس، وده بيبقى لما رقم بيزيد عن 210 ده اجراء ان احنا بنبتدي نغير زيت الفتيس، بقى ليه علاقه بظروف التشغيل. ظروف التشغيل نفسها، العربيه ماشيه قد ايه، حرق العميل على العربيه قد ايه. هو اللون بيفرق معايا بس مش بنسبه كبيره اللي انا احكم عليها ان انا اغير الزيت، ان ده اهو رغم ان هو مسود حالته تسمح ان هو يستنى، لكن اللي هيحكم معايا الرايش اللي في العينه ومعدل الاهلاك والرايش اللي هيظهر في الكارتيره. ده كله رايش. بص الزيت لونه ايه. بيتم بقى تنظيف الايه الرايش ده والمغناطيس في الكارتيره كلها. والمغناطيس كله. ده الفلتر القديم وده الفلتر الجديد. طبعا الفرق واضح يعني مش محتاجين نتكلم. ويجي يقول لك ما بغيرش زيت في تيست. طب ازاي؟ فرق واضح قوي يعني. هو دايما لما بيجي يغير بيحط لك الاربعه اللي نزلهم او 5 بالكتير، عشان كده دايما بيبقى في فرق في ايه؟ فرق في ان انا بستخدم الكميه كامله اللي موجوده في الزيت بغيرها بالكامل. عشان كده الناس بتقول على التوكيل ان احنا غاليين، واحنا مش غاليين، احنا عشان بنستخدم الكميه كامله عشان نحافظ لك على الفتيس مدى عمر طويل. دي عربيه نيسان قشقاي موديل 21 جايه من السويس مخصوص عشان تغير زيت فتيس جوه التوكيل، وفي عربيات كتير جدا جايه تغير زيت الفتيس جوه الضمان عشان ده التوكيل الوحيد اللي بيعمل كده. تركب نيسان سنترا او اي نيسان وانت مطمن، هتلاقي نيسان اكسبريس هتغير لك زيت الفتيس جوه الضمان.